تعال أقولك النهاردة على أعظم وأفضل هدية ممكن تقدمها لنفسك. لو أنت بتحب حد تبدأ تفكر إيه أفضل هدية أقدمها له. طب خلي بالك بقى، نفسك دي أعظم حاجة في حياتك موجودة معاك، يعني المهم إن أنا أفكر إيه أعظم وأفضل هدية أقدمها لنفسي، وهي حبي لذاتي. عشان تقدر تعمل علاقات حقيقية مع الناس اللي حواليك وتحب الناس اللي حواليك، أول حاجة وأهم حاجة إنك تحب نفسك. طب إزاي أقدر أحب نفسي من غير ما أكون عارفها؟ وده موضوع حلقتنا النهاردة، وهو قصة الوعي الذاتي. إزاي أدخل في رحلة الوعي وأبدأ أفهم نفسي وأعرف أهميته في حياتي، هيساعدني في الحياة إزاي. هنعرف يعني إيه وعي بالذات، هنعرف أهميته في حياتنا، وهنقدر كمان نعرف إحنا في أنهي مرحلة ومحتاجين ندخل على أنهي مرحلة في مراحل الوعي. وبعد كده اقدر اعرف انا ازاي اعلي مرحله الوعي في حياتي، وازاي اشتغل على نفسي وادخل بعمق في الوعي الذاتي. اول حاجه هنعرفها النهارده وهي يعني ايه وعي. الوعي يعني انتباه، انا عندي انتباه بالشعور او بالمشاعر اللي عندي او بالافكار والتصرفات والسلوك. ده معنى الوعي. طيب اهميته ايه في حياتنا؟ عندك اول حاجه لما يكون عندي وعي بالذات، يعني قدرت اعرف نقاط القوه ونقاط الضعف، وبدأت أفهم الدواخل اللي عندي، بدأت يكون عندي ثقة بالنفس. يبقى أول مرحلة في رحلة الوعي بستفاد بيها إن أنا بعلي ثقتي بنفسي. طب لما أعلي ثقتي بنفسي بدخل على رقم 2، إن أنا بقدر إن أنا أعمل علاقات مع الناس اللي حواليا. اعرف إن أنت لو علاقاتك بتفشل طول الوقت مع الناس اللي حواليك، عندك مشكلة إنك مش قادر تتعامل معاهم، لأن أنا مش مدرك ذاتي وما عنديش وعي بذاتي، مش مدرك القيم بتاعتي اللي ممكن تكون عكس الناس اللي حواليا، عشان كده بفشل في كل العلاقات. يبقى انا بيكون عندي ثقه بنفسي، بيكون عندي اتصال مع الناس اللي حواليا، بعرف اعمل علاقات كويسه معاهم. ثالث حاجه، بقدر ان انا انجح في حياتي المهنيه. لو انا عندي وعي وادراك ذاتي، بقدر ان انا اشتغل في اي مكان، بعرف عندي مهارات التواصل الفعال شغاله بصوره عاليه جدا، وببدا ان انا انمي كل مهاره موجوده فيا عشان تساعدني ان انا انجح في الحياه العمليه. رقم 4، بيكون عندي اتخاذ قرار صحيح، يعني بيكون عندي المهاره دي عاليه قوي، بقدر ان انا اتخذ قراراتي بصوره واعيه، بقدر اخدها بفكر سليم. ده اهميه الوعي الذاتي. طيب انا في انهي مرحله؟ هنعرف دلوقتي كم مرحله من مراحل الوعي، وانا موجود دلوقتي في انهي مرحله، ومحتاجه اتجه لانهي مرحله عشان يكون عندي وعي اعمق. اول مرحله عندنا الوعي المادي. المادي هو جاي من صورته كده، حاجات ملموسه، حاجات بمتلكها، انا املك، انا اسمي كذا، انا من عيله كذا، انا املك سياره كذا، انا في الوظيفه الفلانيه. فطول الوقت انا شايف نفسي في الصوره او القشره الخارجيه، ودي من نوع نقول عليه الوعي المنخفض شويتين ثلاثه. لو انا في المرحله دي محتاج ان انا اعلي وادخل في مرحله الوعي رقم 2، وهو الوعي الشعوري. بدات ان انا اخد بالي من مشاعري، حاسس ان انا حزين، حاسس ان انا عندي غضب، ببدا اخد بالي من انفعالاتي، مش بلوم الناس اللي حواليا، عارف ان انا المصدر الشعوري الداخلي جاي من خلالي. فدي مرحله تانية برضو مش تمام لو انا لسه فيها. المرحله الثالثه وهي مرحله الوعي العقلي. ده بقى مرحله اعمق شويه واعلى شويه، ان انا عندي وعي بالشعور اللي عندي، وعندي وعي بالافكار. يعني انا دلوقتي اتضايقت وحزنت بسبب في افكار داخله دلوقتي جوه ذهني شغاله، وبدات ان انا القط الافكار دي، بدأت أعرف أتعامل معاها. فدي مرحلة ثالثة. هندخل على المرحلة الرابعة وهي الوعي الأسمى والأعلى، وطبعا دي طبعا مرحلة عالية جدا جدا جدا. بيكون عندي إدراك إن أنا عندي 4 حاجات لازم أهتم بيهم: الإنسان جسد، عقل، روح، نفس. ببدأ أهتم. جسدي هو صديقي اللي معايا في الرحلة فبعتني بيه كويس جدا. عقلي صديق وصاحب ليا مش ضدي، لا، أنا ببدأ إن أنا أتحكم في أفكاري، ببدأ إن أنا أبدل الأفكار السلبية بأفكار إيجابية، وإحنا في رحلة برضو مع بعض. الروح علاقتي بربنا اخبارها ايه، وببدا ان انا احسن ده، لان هو بالنسبه لي النور اللي بينور لي الطريق في الرحله. اخر حاجه النفس. النفس يعني انا بقعد مع نفسي وبحاسب نفسي بس بدون جلد الذات. يعني انا ممكن يكون في اخطاء في الماضي بالنسبه لي تجربه استفدت منها وعلمتني ان انا ادخل المستقبل من غير اللي حصل لي ده. فانا بطبطب على نفسي، فمحتاج ال4 حاجات دول اعتني بيهم. عندك الجسد والعقل والروح والنفس، مهمين جدا. ندخل بقى على المرحله الاخيره، ازاي ان انا اوعي ذاتي، ازاي يكون عندي عمق بالوعي الذاتي، ازاي ادخل في الرحله دي. عندك اول حاجه لازم تفصل نفسك عن العالم الخارجي. باخد وقت، الوقت ده بتاعي انا ونفسي بس، وتبدا تكتب يومياتك. انا دلوقتي التصرف ده
نتيجة 1 2 3. لما فلان قال لي الكلمة دي ايه اللي خلاني اتضايقت، وابدأ حاسب نفسك بدون جلد ذات. رقم 2، ابدأ عيش اللحظة الحالية. لو عقلك جه يوديك في الماضي اعمل ستوب. اخر حاجة بقى، لازم اخد فيدباك من الناس اللي حواليا. في جزء عندنا وعند كل واحد فينا مغلق شوية او مظلم، احنا مش شايفين نفسنا صح. فابدأ شوف ان انت الناس القريبة منك اللي بتحبك بجد، ابدأ اعرف ايه العيوب اللي عندك اللي ممكن تشتغل عليها، وايه المميزات اللي عندك اللي الناس بتحبها فيك، عشان تقدر تفهم نفسك كويس. الجوانب المظلمة اللي جوانا دي محتاج ان انا افهمها واعرفها عشان اكون منفتح اكتر في رحلة الوعي الذاتي. تفرق معاك جدا، واشتغل على نفسك، لان اهم حاجة ان انا اكون عندي ادراك ووعي وانتباه لكل مشاعري وافكاري وتصرفاتي.